انا كل ما اقرا كتاب ما ببقاش فاهم وقادر استوعب اي حاجه من الحاجات الموجوده في الكتاب ده. ليه؟ ايه المشكله عندك؟ مش عارف، كل المعلومات كده بتطير من دماغي. يعني انت كل ما تقرا حاجه جديده ما بتبقاش فاهمها خالص. تمام، طب حلو قوي. انا اقول لك بقى على طريقه، الطريقه دي تساعدك ان انت تستوعب كويس الحاجه اللي انت بتقراها او بتتعلمها. الطريقه دي اسمها SQ3R. يعني ايه الطريقه اللي هي SQ3R دي؟ هي كل حرف من الحروف دي بيرمز لخطوه من الخطوات المهمه بالنسبه لنا ان احنا نعملها عشان خاطر نستوعب المعلومه. اول حاجه حرف الاس، ده اللي هو بنسميه سيرفي. ان انت الكتاب اول ما تجيب الكتاب تعمل سيرفي كده او تلقي نظره عامه على الكتاب كله من اوله لاخره. طبعا مش هتدخل في التفاصيل بتاعته، لكن ممكن تقرا الفهرس، تقرا تشوف العناوين الرئيسيه، العناوين الفرعيه وهكذا. طب والكيو؟ الكيو بقى اللي هي تاني خطوه انت بتعملها، اللي هي يعني اول حرف من كويشنز او الاسئله. انت بعد ما تعمل سيرفي على الكتاب وتعرف المواضيع اللي بيتكلم عنها، تحدد بقى الاسئله بتاعتك، الاسئله اللي عايز توصل لاجاباتها من قرايتك للكتاب ده. طب ويعني ايه بقى الثلاثه ار؟ ال3 ار بقى كل ار فيهم بترمز لشرط او حاجه من الحاجات اللي احنا عايزين نعملها. اول ار ان انت خلاص انت بقيت دلوقتي محدد الاسئله بتاعتك وعندك نظره عامه او عندك فكره عامه عن الكتاب. تقرا بقى الكتاب، تقرا بقى بغرض ان انت تجاوب على الاسئله دي. يعني مش شرط بقى تقرا كل كتاب من الجلده للجلده، انت ممكن انت خلاص عرفت كل حاجه موجوده فين في الكتاب من الخطوه الاولى، تقرا بقى ايه الحاجات اللي هي انت عايز الاجابه بتاعت الاسئله بتاعتها. الار الثانيه عشان احنا قلنا هم 3 ار، الار الثانيه بقى اللي ممكن نسميها ريفيو، ان انت خلاص خلصت الكتاب بتاعك وقريت كل الحاجات المهمه بالنسبه لك، تراجع بقى الحاجات دي. المراجعه دي عن طريق ان انت طبعا تكتب اللي انت فهمته في مكان خارجي، تكتب مثلا تحت كل صفحه تكتب انت فهمت ايه من الصفحه دي، وهكذا. تراجع بقى كل الكلام اللي انت كتبته ده بحيث ان انت تبقى مستوعبه اكتر وفاهمه اكتر. الار الاخيره بقى ممكن نسميها ريسايت، اللي هي ان انت تشرح الكتاب ده لحد تاني. يعني انت خلاص فهمت الموضوع كويس، تشرحه بقى لحد تاني عشان تقدر تتاكد ان انت فعلا فاهم الموضوع كويس. انت كل ما تشرح لحد انت اوتوماتيك بتفهم المعلومه اكتر، لان لو في حاجه انت مش فاهمها هتبان بقى في الشرح ده، فبالتالي ترجع تقراها من جديد. تمام، دي فكره حلوه جدا. طب انا هجربها كده لما اجي اقرا الكتاب الجاي واشوف النتيجه. تمام، حلو قوي. الطريقه دي هتفيدك فعلا، وبقول لي عملت ايه.